روح شوف حالك. لا روح قارن الرباط بالجزائر العاصمة، كاش مقارنة. نزيد لك، روح لجوجل طابي العيون، شوف مدينة العيون كيفاش دايرة، اللي راكم يقولوا عليها مدينة محتلة، عايد على الاحتلال. شوف كيفاش دايرة، وطابي حاسم سعود اللي تعيش في الجزائر. شوف حاسم سعود كيفاش الحالة اللي راهي فيها. حاولي كان ديالنا ندخل روحي ننتقلها، روح شوف وجدة كيش دايرة. لو غدة تفتح الحدود والجزائريين يدخلوا بسياراتهم الوجدة ويشوفوا وجدة كيش دايرة، ويشوفوا مغنية كيفاش دايرة، الحراك يولي دوبل. أصدقاء ديالي، السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك تفعلوا خوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش الفيديو يوصل لجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقاء ديالي، كيف العادة فيديو جديد، فيديو يستحق الدعم والمشاهده. بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو، نتوما حكموا وكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، وتلاقاو في نهايه الفيديو. كان يراسلوا، كان يعلقوا كذا، يقولوا لي وعلاش ما تكلمش على واش يصرى في المغرب وعلى واش يصرى في فرنسا، تكلم غير على الجزائر. مع كل احترامي يعني الواحد اللي راح نقول هذا سؤال ما يطرحش تقول واش تكلم غير على الجزائر. بيان سور نتكلم غير على الجزائر، انا ما تهمني غير الجزائر، ما يهمنيش بلاد غير الجزائر. انا عندي جواز واحد، جواز جزائري، ما عندي لا جواز فرنسي ولا جواز مغربي باش نتقلق على المغرب ولا نتقلق على فرنسا. انا اللي يحبسوا لي الجواز، بقيت نبلوكي ولادي، حرموهم من الجواز، حرموهم من الباسبور، ولادي وزوجتي حرموهم من الباسبور وما عندهمش باسبور اخر وعلى بالهم. كيفاش تحب نجي نتكلم لك على المغرب؟ واش دخلني انا في المغرب؟ المغرب عنده ولادو وعنده نساه وعنده رجالو اللي يتكلموا على الشيء اللي يهمهم، عنده اللي يتكلموا، وعندهم احزاب سياسيه وعندهم صحافه الاخرى. على كل حال الصحافه في المغرب ما هي صحافه بودورو كما في الجزائر، ما عندهمش لاناب تاع الدوله اللي قال لي يمشي في الخط يدي واللي ما يمشي في الخط ما يديش، ما عندهمش هذه. نفس الشيء بالنسبه لتونس، ونفس الشيء بالنسبه لفرنسا. داكور، انايا واش يهمني حريه الصحافه في الجزائر، ما تهمنيش حريه الصحافه في المغرب او في فرنسا وغيرها. دونك باش تدخلني فيهم، باش داني نهضر عليهم. عبر ده بالنسبه للمغرب ما عندي حتى شيء يخليني حتى لما نمشي للمغرب نشوف اصدقاء وحباب ونقصروا ونتبادلوا اراء ونتبادلوا افكار. بس انا ما نحوش ننتقد المغرب او باي حق نجي ننتقد انايا المغرب. ودايور كتولي في الانتقاد وكان تحل فمي يقولوا لي روح شوف بلادك، روح شوف حالك. لا روح قارن الرباط بالجزائر العاصمة، كاش مقارنة. نزيد لك، روح لجوجل طابي العيون، شوف مدينة العيون كيفاش دايرة، اللي راكم يقولوا عليها مدينة محتلة، عايد على الاحتلال. شوف كيفاش دايرة، وطابي حاسم سعود اللي تعيش في الجزائر. شوف حاسم سعود كيفاش الحالة اللي راهي فيها. حاولي كان ديالنا ندخل روحي ننتقلها، روح شوف وجدة كيش دايرة. لو غدة تفتح الحدود والجزائريين يدخلوا بسياراتهم الوجدة ويشوفوا وجدة كيش دايرة، ويشوفوا مغنية كيفاش دايرة، الحراك يولي دوبل. لذلك شوفوا قال وين راحوا دراهمنا،
كيفاش هادو ما عندهم لا بترول لا والو، شوف كاش داروا لها. روح شوف السعيديه كيفاش دايره، روح شوف الناظور كيفاش دايره، روح شوف طنجه. ابن عمي نجي انا واش دخلني انت قدام المغرب ولا نتكلم عليهم؟ لا، عندهم رجال من ينتقدوا، وعندهم الشياطين تاعهم اللي يشيتوا، وعندهم كل نظام عنده الازلام ديالو وعنده المعارضين. ولكن في المغرب ما كاش معتقلي الراي كما في الجزائر. واش نجي انا نتكلم على معتقلي الراي وجداني تمنع حقوق الانسان وجداني للمغرب؟ انا بلادي راهي غارقه في انتهاكات حقوق الانسان. واش تقول لي تكلم عن المغرب؟ واش تحب تتكلم عن المغرب باي صفه؟ انا مغربي باش نتكلم عن المغرب ما عندي حتى صفه باش نجي وحتى حق باش نجي ننتقد ونتكلم ولا اخر. وكي تبقى لو كان بكري كنا نقدروا نتكلموا. هذا اللي يحلف ما يقول لك روح شوف بلادك يا راهي، روح شوف بلادك كيفاش راهي. يا المغرب دايرين تي جي في، دايرين امبورطونس ماد هذاك قد بالحملاويه بن عمي. حنا لي بور تاعنا يسيروا فيهم الاماراتيين. واش من الهضره؟ دونك ما عندنا ما دخلنا في المغرب، خليه راهو في حال داكور. تجي تقول لي واش تكلمش على المغرب؟ اما فرنسا تقول واش تكلمش على فرنسا؟ دابور انا مانيش فرنسي. لو جيت فرنسي راني ناضل في حزب فرنسي، سمعت انه كاين نضال وكاين معارضه وكاين كذا، راني انخرطت في حزب فرنسي وانخرطت في الحياه السياسيه. وما نتكلمش ذاك الوقت على الجزائر، خلاص انا خديت الجزائر الفرنسيه، ما نزيدش ندور على الجزائر ترميني. لكن انا لا غالب دوده بنادم فيس ما يقدرش، ما تقدرش تربينا عليها خلاص. او نجي اليوم انا نبدل ونروح انا دخلت فرنسا على 41 سنه 42 سنه، نروح ندوموندي الناسيوناليتي فرونسيز. يقولوا لي مي فقت انت بلي راك تي ني سور تيريتوار فرونسي واليوم تحاول الجنسيه. نو صراحه نجي كاين الانافه تاعي ما تسمحليش باش نروح نطلب الجنسيه الفرنسيه بعد 42 سنه، وانا بابا مجاهد وعمومي مجاهدين وعندنا الاخر شهداء في عائلتي ونروح. لا هذه ما نقدرش نديرها. الاولى. الثانيه، واش راح نجي ننتقد في فرنسا؟ انا فرنسا جاي فيها كلاجئ، تاخذ واحد يديك لدارو لانه ضاقت عليك عند مالك، ضاقت عليك تروح لدارو، تجي تحل فمك عنده. لا هذه تاعك ماشي مليحه، هذه تاعك مليحه، تجيش يقول لك طبق روحك باسكو ما عجبتكش داري، روح طبق نفس الشيء. جاي تعيش في فرنسا كلاجئ، ما تدخلنيش فيهم، ما تدخلنيش في سياستهم. انا اللي يهمني سياسه بلادي، باش نرجع لبلادي. انا اللي يهمني انه النظام هذا اللي راهو يقمع في الشعب ديالي، وانا من الناس المقموعين اللي راهو قامعهم. احنا من الناس اللي راهو قامعهم هذا النظام هذايا. صاحبي 22 سنه 22 سنه ملي بنادم لا اكثر. زيد انا 92 وانايا لاوي هادو محاكم، هادو مطاردات بوليسيه، هذه مطاردات من 93 92 جرايد تغلق، نحل جريده يغلق لي جريده، حل جريده يغلق. الور ماشي من البارح دوك ماذا بيا يتبدل النظام تاع الجزائر. شحال اللي في النظام الفرنسي يتبدل ولا ما يتبدلش؟ يتبدل هو بالانتخابات تاعو. واش حبيت نجي نتكلم هنا تقولي نتكلم على فرنسا؟ انا فرنسا راني واش فيها لجوء. تمنيت لو كان بنادم قادر يصيب اللجوء السياسي في المغرب او في تونس او في السعوديه او في قطر او الامارات، بنادم قادر. للاسف ما كانش. تطلب اللجوء اما في فرنسا، اما في بريطانيا، اما في كندا، اما في امريكا،
اما في بلجيكا، في هولندا، في اوروبا. كاش تروح تطلب لواحد اللوزوم بعد تجي تحب تخلط عنده تحل فمك عنده. اما تربيتش انا على هاتي. اذا انت تربيت على انك يدخلوك للدار يوكلوك ويشربوك ويرقدوك سمعتوا يحميوك وتنوض تسبهم، انا ما تربيتش عليها. انا تربيت على احترام من يحسن الي. جيت طلبت سياسي، ولما ننتقد السياسه الفرنسيه ننتقدها في الوسائل الاعلاميه الفرنسيه. زياره هولندا، نقول لك روح للارشيف تاع فرانس 24 تاع نهار 15 جوان 2013 لما هولندا مشى في زياره للجزائر. شوف مشاركتي في فرانس 24 في نص ربع مشاركين، الوحيد اللي كنت ضد الزيارات تاع هولندا، ونقول لهم باللي هذه الزياره هذه راهي الهدف تاعها اعطاء الشرعيه للنظام الجزائري. النظام الجزائري محتاج الشرعيه فرنسيه، وانه قلت انه هولندا من المفروض يمد هذه الشرعيه مقابل احترام حقوق الانسان، والا هذا التدخل الفرنسي ما عنده حتى علاقه بالجزائر. في بي اف ام تي في روح شوف في 20 ماي 2013 لما تكلمت على ركي دورسي والتدخلات تاعو فيما يخص السياسه الجزائريه في بي اف ام تي في. شي في يوتيوب في وسائل اعلام فرنسيه بس هذه يعرضوني ونتكلم فيها لانه فرنسيين يطرحوا عليها اسئله. اصدقائي ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك اخوتي فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش دعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه، وكذلك اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول فيديو ديال اليوم. اصدقاء ديالي ما بقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.